السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناه بساطتي في بيتي. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده وبخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه باش كنصيب الحمص. كيجي هكا مرقه بوحديتو بلا لحم بلا قديد بلا حتى شي حاجه، راه كيجي غزال بزاف. نبداو على بركه الله. هنا غادي نحتاج الحمص والكميه كتبقى اختياريه، كل واحد على حساب القياس وعلى حسب الافراد ديال الاسره ديالو. المهم هنا عندي الحمص اللي بيتو ليله كامله وهو فازق في الماء غير عادي هكا من الروبيني صافي. وفي الصباح نقيته ونشفتو بحال هكا وغادي نبدا. اول حاجه هنا جبت واحد القصعه اللي غادي نبدا فيها الخدمه. وهنا عندي حكاكه، يعني اي حكاكه عندكم غادي نبغيو غنحتاجو منها هاد الريوس هادو. غادي نحتاجوهم باش نفركو بها الحمص، كنقولوا حنا نفركوه، يعني غادي وحده كتفرق بحال دابا هكا الحبه كتفرق على اختها. هذا هو التفرك ديال الحمص. عرفتو غير جربوه، راه كيجي زوين، واحد المذاق ديال الحمص كيجي فيه زوين بزاف. هانتوما بحال هكا غنخدمو بحال هكذا. وإلا كانت عندكم الحكاكه كبيره من الاحسن، هذوك اللي كتكون فيها جبانيه ولا، المهم انا هذه راه ما مساعدانيش مزيان. من الاحسن تكون عندكم حكاكه كبيره، هذوك الدايرين. نتوما كتخدموه بحال هكا. هانتوما شفتوا كيفاش كتحيد له هذيك القشره، هي كتبقى تحيد له. صافي غنبقى نخدم غير بشويه بشويه، ما نديرش الكميه كامله اللي عندي، غير بشويه بشويه غادي نبقى نخدمهم بحال هكذا صافي. وكنحكهم في هاد القصعه هادي حتى كنساليهم. هنا من بعد ما ساليته من التفراك ديالو غادي نقيه من هاد القشور هادي اللي راه فيه. غادي نقيه، نبقى نقيه غير بشويه. هو راه كيحتاج صراحه الوقت، ولكن عرفتو راه الحمص راه كيخرج داك المذاق اللي فيه، كيخرجو. راه ما كيجيش عادي، راه هي جربوه، راه ما كيجيش بحال الحمص العادي اللي كنخليوه هكا حبه. راه فاش كنفركوه هكا راه كيجي غزال، واحد المذاق فيه راه سبحان الله. يمكن اول مره انا صراحه ما عمرني شفتها في اليوتيوب هاد الطريقه. انا كنت واحد السيده صديقه ديالي هي اللي كنت كليتو عندها صراحه، وقلت لها زعما عطيني الطريقه كيفاش درتي له هذا، ووراتها لي. ومن تما صافي بقيت كندير هاد الطريقه هذه، حيت راه كيخرج له داك المذاق ديال الحمص، كيخرج كيخرج منه، كيجي بنين بزاف. صافي غادي ندير له هكا ونعاود نغسله صافي حتى نقي منه هاد القشور اللي فيه. كما قلت لكم راه هو كيبغي شويه ديال الوقت، واي حبه كانت فلتات من من الحكاكه نعاودو نحيدو لها القشره ديالها. هنا صافي ساليت غسلته مزيان وحيدت له دوك القشور. حكيت واحد البصله هنايا متوسطه، غادي نحك واحد طريف ديال الثومه هكذا. غادي نزيد واحد، انا عندي هاد المعلقات هادو صغيره، قول نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره كيهزوا لي هادو ديال. وداكشي العطريه راه كتبقى على حسب الكميه اللي درتو انا، يعني انا راه حنا زعما مكاينينش بزاف بينا، درت غير كميه قليله صافي. هنا غادي نزيد سكينجبير، هنا عندي الابزار، هنا عندي فلفله حمراء معلقه هي، هنا عندي الكمون حتى هو معلقه. غادي نزيد زيت روميه واحد شويه، وغنزيد واحد شويه ديال الزيت بلديه. تبارك الله راه موجوده هاد العام، راها كثيره. هي واحد شويه، اللي ما عندوش ماشي مشكل، غير زيت الروميه كافيه. وغادي نضيف واحد شويه د الملحه، ها هي جبتها، واحد شويه.
وهنا راه ما غادي نشحر ما والو، صافي غادي نزيد الماء مباشره. صافي هنا غادي نضيف القياس ديال الماء. هنا غادي نزيد الربيع، وهذا هو الربيع اللي شاركت معاكم. هانتوما شفتوا كي تيجي، راه عندي في القناه الا بغات شي وحده تصايبو، هو راه عندي في القناه. المهم غنزيد واحد المعلقه كبيره، انا كنهز غير بيديا. ودابا هكا غير كنحيدو كنستعملو مباشره، خاصني نردو الفريكو. صافي هنا ساليت، غادي نسد على الكوكوط ديالي، وما تديوش على اليدين ديالها. راه عرفتو، راه حنا ما حداناش شي واحد اللي كيصايب هاد اليدين هادو، كيخصنا ضروري نديوها معنا للسوق. وفاش كنمشي الصراحه للسوق ولا كنساها صافي وبقات هكا، ما عرفت فوقاش غادي يكتب لها تصايب. ما نعرف، نهار يكتب نصايبوا لها اليدين ديالها. المهم انا غادي نردها الطيب، صافي غادي ندير لها القفاله ديالها وندير لها الصفاره ونخليها حتى تلقى الحمص ديالي طاب. هنا من بعد ما طاب الحمص ديالي، هانتوما كيفاش كيجي، راه ملبي من المرقه خاطر تبارك الله. هانتوما الا بغيتو تزيدو تلبيوه اكثر، يعني تحيد منه المرقه اكثر، صافي حيدوها صافي. وغادي نحطو نتغداو ان شاء الله. غير جربوه، راه عرفتوا المذاق ديالو راه كيجي زويون بهذه الطريقه هذه. هانتوما وهذا هو الطبق ديالي ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه الى عجبكم المحتوى ديالها. ونتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد. وهنا بالنسبه درت الحار، اللي كياكل الحار يديروا، اللي ما كياكلوش راه ماشي ضروري يديروا. نتلاقاو في فيديو جديد ونهار جديد باذن الله.